تعالوا النهارده نعمل أسهل بندانة تقدري تعمليها للصيف، سهلة جدًا وبسيطة، وعايزة أقول لِك إن هي trendy أوي السنة دي. أول حاجة باعمل عقدة البداية، وبعد كده بابدأ أرتفع 6 سلاسل، وبعد ما أرتفع 6 سلاسل هاجي في أول سلسلة وأقفل بمنزلقة، ويبقى كده أنا كوّنت عندي دايرة بالشكل ده. هاجي هارتفع 1، 2، 3 وده بمثابة عمود، وبعد كده أدخل العمود التاني في نفس الفراغ وكده عمودين بلفة، وآجي أعمل عمود تالت ويبقى كده أنا عملت 3 عمود بلفة بنفس الشكل. هابدأ أرتفع 1، 2، 3 وآجي أعمل في نفس الدايرة اللي أنا شغالة فيها 3 عمود بلفة مرة كمان. أدي أول عمود، تاني عمود، تالت عمود بالشكل ده، وأرتفع 3 سلاسل كمان وأدخل وفي نفس الفراغ هاعمل 3 عمود بلفة تاني في نفس الفراغ، وده كده أول سطر معانا. شايفين؟ بالشكل ده. آجي ألف الشغل، عايزة أتنقل للفراغ أو الفراغ ده باعمل منزلقة الأول هنا في أول سلسلة كده، وبعد كده بادخل على طول في الفراغ وأعمل منزلقة، يبقى كده أنا اتنقلت للفراغ ده. أبدأ أرتفع 3 سلاسل وده بمثابة عمود، وأدخل تاني أعمل عمود بلفة، يبقى كده أنا عملت 2 وبعد كده أعمل تالت عمود بلفة بنفس الشكل، وأرتفع 3 سلاسل وفي نفس الفراغ باشتغل 3 عمود بلفة، وده كده هيبقى بداية كل سطر معانا. هنبدأ نرتفع بالسطور، ودي كده تبقى بداية كل سطر 3 عمود بلفة، 3 سلاسل، 3 عمود بلفة. هتنقل للفراغ اللي بعده على طول، بس قبل ما اتنقل للفراغ بارتفع 5 سلاسل وألف الشغل وأعمل عمود بلفة، وهاعمل هنا نفس الشغل اللي أنا عملته في البداية، اللي هي 3 عمود بلفة، 3 سلاسل، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، ودي كده تبقى نهاية السطر التاني. عايزة اقول لكم ان هي تكرار سطر واحد بنبدأ نكرره، واوتوماتيك هتلاقي ان هو بيتزايد معايا. تمام، ده كده تاني سطر اهو. شايفين الفراغ اللي في النص ده هو اللي بيتزايد، كل مرة الفراغ ده هيتزايد معانا. هلف الشغل واعمل السطر التالت، عايزة اتنقل للفراغ ده بعمل منزلقة، وزي ما قلت لكم هي دي كل بداية سطر هنعملها، واتنقل بمنزلقة بالشكل ده. تمام، وبعد كده هارتفع 3 سلاسل بمثابة عمود، وبعد كده اشتغل عمودين بلفة تانيين، ويبقى كده عندي 3 عواميد بلفة، وبعد كده ارتفع 3 سلاسل واعمل 3 عواميد بلفة في نفس الفراغ، وزي ما قلت لكم دي بداية كل سطر هنعملها بالشكل ده. تمام، هاجي اتنقل للفراغ التاني، بس قبل ما اتنقل للفراغ ده برتفع 5 سلاسل، وباجي اعمل هنا غرزة حشو بالشكل ده. تمام، وهارتفع 3 سلاسل، واجي شايفين هنا في الخيط ده والخيط ده، وبدخل وبعمل منزلقة علشان اعمل الحموصة في النص، هتشوفوا برضو شكلها في الاخر. وبعد كده ارتفع 5 سلاسل وادخل في الفراغ ده اللي هو ال3 عواميد بلفة، 3 سلاسل، 3 عواميد بلفة، واعمل تاني نفس الشغل اهو. شايفين الفراغ بيبدأ يتزايد معايا، ودي الحموصة اللي في النص. ألف الشغل وأعمل منزلقة علشان أتنقل للفراغ اللي أنا عايزة أتنقله اللي هو ده، وبعد كده أرتفع 3 سلاسل وأعمل الغرزة بتاعتي بداية كل سطر 3 عواميد بلفة، 3 سلاسل، 3 عواميد بلفة في نفس الفراغ. تمام، وبعد كده أرتفع 5 سلاسل وأتنقل للفراغ ده. شايفين الفراغين دول هما دول اللي بيتزايدوا معايا، وأبدأ أعمل غرزة حشو، بعد كده أعمل الحموصة بتاعتي 3 سلاسل، وآجي شايفين في الحتة دي وأعمل منزلقة. بعد كل
غرزة حشو بابدأ أعمل الحمصة، وبعد كده أرتفع 5 سلاسل عشان أتنقل للفراغ اللي بعده بالشكل ده، وأعمل غرزة حشو. هاعمل غرزة حشو يبقى أعمل الحمصة على طول 3 سلاسل، وأرجع في الفراغ ده كده أهو، شايفين تحت الخيطين دول، وباعمل منزلقة. وبعد كده بارتفع 5 سلاسل، وآجي أعمل الغرزة بتاعتي واللي هي 3 عواميد بلفة، 3 سلاسل، 3 عواميد بلفة في نفس الفراغ. ولو لاحظتوا إن إحنا بنكرر السطر هو مع التزايد اللي بيحصل أوتوماتيك. أنا هابدأ أرتفع مجموعة من السطور بنفس الفكرة وبنفس الطريقة، شايفين بتبدأ تعمل شكل المثلث بتاعي أهو، والفراغات بتزيد مع كل مرة بعملها. هرتفع ونرجع تاني. هنا ارتفعت مجموعة من السطور، وهاجي بعد كده أعمل الربطة بتاعتي أو ازاي تربطيها. برتفع مجموعة من السلاسل، أنا هنا ارتفعت حوالي 35 سلسلة، عايزة تبقى أطول من كده على حسب ما انت عايزة. وبعد كده ببدأ أشتغل غرز حشو في كل سلسلة أنا ارتفعتها لحد ما أوصل لبداية البندانة. ووصلت هنا أبدأ أعمل غرز حشو فوق كل عمود، بعمل غرزة حشو بالشكل ده. وبعد كده هنا أنا عاملة الفراغ 3 سلاسل، هنا بعمل 3 غرزة حشو بالشكل ده. وبعد كده هنا ال3 عواميد بعملهم، وهنا الفراغات دي بشتغل هنا ببقى عاملة 5 غرزة حشو، بشتغل فيهم 5 غرزة حشو لحد ما اوصل لبداية او نهاية السطر. هنا كملت غرز الحشو زي ما قلت لكم، وصلت لنهاية السطر. هبدأ ارتفع نفس السلاسل اللي انا ارتفعتها الناحية التانية، لان دي هتبقى الرابطة التانية من الناحية التانية، وهرتفع 35 سلسلة. وبعد كده ارجع بيهم بغرز حشو واقفلها بغرزة منزلقة، وده شكلها بيبقى في الاخر. بتعملي كام سطر على حسب ما انتي بتعملي المقاس، تمام؟ فانتي تفضلي ترتفعي لحسب ما تشوفي المقاس اللي انتي عايزاه واصل لفين. لو عايزين بندانات باشكال تانية ياريت تكتبولي في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لي لايك، وكمان تكتبولي كومنت ان انتوا استفدتوا مني. وكمان لو انتي اول مرة بتشوفيني اعملي لي سبسكرايب للقناة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب كمان اكون فدتكم. شكرا لكم لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.